السلام عليكم. سؤال اللي جد مهم، علاش معظم النساء كتحب الممارسة من الخلف أو الشرج؟ موضوع اللي مثير للجدل بكل المقاييس ديالو. حب بعض النساء الجماع من الخلف أو العلاج من الدبر، وهي اللي كتطلب وكتصر على ذلك الأمر بشدة، لأنها ما بقاتش كتحس باللذة أو الشهوة إلا بالممارسة بهذه الطريقة هذه، لأنها أصبحت مدمنة على العلاج من الخلف أو الدبر. هتقولوا لي كيفاش وعلاش، وأنا غادي نجاوبكم لعدة أسباب، ومن بينها وسببها الرئيسي والأول هو الزوج اللي كيعشق بشدة هذا النوع ديال الممارسة من تلك المنطقة، واللي المفهوم ديالو الخاطئ تماما أنها المكان أكثر متعة في جسم المرأة، واللي كيتهيئ له وبمفهومه الخاص أن المكان الضيق اللي في جسم المرأة هو اللي كيكون أكثر احتكاك، وبالتالي كيكون أكثر إحساس باللذة والنشوة بالنسبة له، متغافل تماما على الأضرار اللي كيتسبب فيها لنفسه وكذلك للزوجة ديالته. ورغم رفض الزوجة لذلك بشدة لإحساسها بالآلام الشديد أثناء عملية العلاج، ولكن الحب ديالو التشبت بذلك مرة تلو الأخرى، والمحاولات ديالو العديدة للعلاج الكامل والممارسة الكاملة من الدبر كيعود الزوجة على ذلك، وبهكذا كتصبح المرأة هي اللي كتشعر باللذة والمتعة بهذا النوع ديال الجماع، فكتصبح مدمنة عليه، وهي اللي كتصر وكتطلب منه القيام بهذا النوع ديال العلاقة بسبب التغيرات اللي وقعات في فتحة الشرج للمرأة بعد القيام بعلاقة كاملة والعلاج الكامل للعضو الذكري اللي نتج عنه نزول المني ديال الرجل في شرج المرأة، اللي كيكون كائنات مجهرية فتحة الشرج اللي كتجعل المرأة كتحس بالتهابات وحكة شديدة من الخلف، بسبب ذلك الكائن اللي صبح كيتغذى من هذاك الجدار ديال الدبور أو فتحة الشرج عند المرأة. وعدم وجود السائل المنوي كيجعل الزوجة أكثر رغبة للممارسة الجنسية من الخلف والاستمتاع بها أكثر من الأول، وبهكذا كتصبح المرأة هي اللي كتشعر باللذة والمتعة بهذا النوع ديال الجماع، فكتصبح مدمنة عليه، وهي اللي كتصر وكتطلب منه القيام بهذا النوع ديال العلاقة بسبب التغيرات اللي وقعات في فتحة الشرج للمرأة بعد القيام بعلاقة كاملة والعلاج الكامل للعضو الذكري اللي نتج عنه نزول المني ديال الرجل في شرج المرأة، اللي كيكون كائنات مجهرية فتحة الشرج اللي كتجعل المرأة كتحس بالتهابات وحكة شديدة من الخلف، بسبب ذلك الكائن اللي صبح كيتغذى من هذاك الجدار ديال الدبور أو فتحة الشرج عند المرأة. وعدم وجود السائل المنوي كيجعل الزوجة أكثر رغبة للممارسة الجنسية من الخلف والاستمتاع بها أكثر من الأول، ولهذا السبب نهانا الله سبحانه وتعالى على ممارسة الجنس من الخلف. الأضرار ديالو العديدة على المرأة، ومن هاد الأضرار هذه إضعاف عضلات الشرج، وبذلك كيمكن التبرز بدون إرادة، كذلك حدوث نزيف حاد، وكذلك شروج شرجية وبواسير وعدة أمراض أخرى. ولكن كل هذا ما كيمنعش الزوج يستمتع ويداعب مؤخرات الزوجة ديالته، ولكن دون علاج وممارسة عملية جنسية كاملة عن طريق فتحة الشرج. فلهذا يجب الابتعاد عن كل ما هو ممنوع، لأنه كل ما هو ممنوع مرغوب، وهذا أكبر خطأ. كانت معكم لينا، نتمنى لكم كل الحب والسعادة في حياتكم الزوجية، والسلام عليكم.